عليكم الخوت، عندي واحد التساؤل. هاد اللقطة شفناها البارح بعد مباراة الرجاء والجيش الملكي. المهم داز كيما داز التحكيم وما التحكيم. أنا رجاوي، الحكم البارح ما كانش في المستوى المطلوب، خسر ديك المباراة. أخطاء مؤثرة. أنا كرجاوي كنبغي فرقتي تربح، ولكن ماشي بديك الطريقة. المهم ما عليناش، شفنا هاد اللقطة بعد المباراة. السؤال المطروح هنا: علاش هاد الشخص المالكي اللي معروف عنده سوابق مع الجماهير الرجاوية وبزاف ما يتقال عليه كشخصية ديالو كمحتوى اللي تيدير، المهم عنده محبين وكذلك عنده بزاف ديال المنتقدين واللي كيكرهوه كاع. المهم علاش هاد الشخص نخليوه ينزل للتيران ويمشي يحتفل مع الجماهير الجيش الملكي؟ ما عرفاش واش ماركا شي بيت ولا، المهم مشى احتفل مع الجماهير. الهدف من هاد اللقطة غير معروف. الهدف هو إثارة الفوضى، وحنا كنعرفوا الجماهير الرجاوية أغلب ديالهم مراهقين وشحال من حاجة. يعني بإمكان نشوفوا العواقب ديال هاد اللقطة من بعد هاد المباراة. الآمن ما كانش خاصو يخليه ينزل للتيران أصلًا، ومن بعد يخليه يدير هاد اللقطة، وحتى دار اللقطة ودار داك الشي اللي دار عاد شدوه وخرجوا كحماية له فقط بعد السبة اللي وداك الشي اللي كيقولوا عليه الجماهير الرجاوية، ماشي شي حاجة أخرى. تحياتي.